ليه كصاحب بيزنس محتاج تعمل ماركتنج؟ في حاجة مهمة في الأول لازم تكون فاهمها كويس، إن أنت مثلا لو فاتح محل في منطقة معينة في 1000 واحد يعرفك وفي 100 منهم زباينك، فعلى النت في 10000 واحد في احتمالية إن هم يعرفوك و1000 واحد في احتمالية إن هم يشتروا منك. الموضوع يبان لك في الأول نصبايا ومش منطقي. ايه الكلام ده يا نص؟ ودي مشكلة بتواجه أي حد اتعامل مع شركات ماركتنج أو ما كانش موجود على السوشيال ميديا وعايز يكون ليه تواجد على السوشيال ميديا. الناس دي هياخدوا مني إكس فلوس في الشهر وأنا ما خدتش منهم أي حاجة. الماركتنج مفعوله ممكن ما يبانش من أول شهر ولا شهرين ولا حتى 3. اطمن، انت ما تضحكش عليك. المقياس الحقيقي للشغل كويس في الماركتنج مش البيع اللي انت بعته، لان البيع ليه عوامل كتير زي الجوده او السعر سواء للمنتج او للخدمه، لكن في شويه ارقام كده بيبينوا اذا كانت شركه الماركتنج دي كويسه ولا بتضحك عليك. احنا لسه بنربي زبون، بالظبط كانك لسه فاتح كشك في الشارع الجديد. يبقى تسمع كلامي. محتاج تعرف الناس عليك الاول، لم علينا عبيدك يا رب، تعمل علاقات بينك وبينهم وتاخد وتدي ويحبوك وتبني ثقه ان هم يشتروا منك. فالموضوع محتاج شويه صبر وثقه بينك وبين شركه الماركتنج. مفيش بيزنس النهارده مش بيستخدم الماركتنج في شغله، فسواء انت مدور الماركتنج بتاعك لنفسك او شغال مع شركه ماركتنج، افتكر ان ده كلام بفلوس.